السلام عليكم اخواتي، مرحبا بكم في قناه ادم. اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد العصير اللي هو رائع جدا جدا بالنسبه للسحور ديال رمضان، اللي ان شاء الله غادي يساعدنا باش ما نحسوش بالعطش وبالدوخه بالنسبه خصوصا في الايام الاولى ديال رمضان. غادي ان شاء الله نحتاجوا لهذا العصير هذا واحد الكاس ديال الحليب، واحد 3 تمرات تقريبا ديال التمر، 3 الحبات ديال التمر. عندي هنا واحد البنانه او موزه، من الاحسن تكون يعني طريه، تكون يعني طيبه مزيان. عندي هنا واحد الكاس ديال اليوغورت، انا اخترت اليوغورت بالفانيلا، نتوما يمكن لكم تختاروا ايضا اليوغورت الطبيعي. هنا عندي واحد الملعقه كبيره ديال الخرطال او رقائق الشوفان. غادي ندوزو للطريقه على بركه الله. عندي هنا الحليب، غادي نضيف ليه الموز او البنان. عندي هنايا الموز او البنان غادي نقطعو، ناخذ التمر اللي حيدت له النواه ديالو او العظم ديالو، غادي حتى نحطو مع الخليط. غادي ناخذ ايضا واحد الملعقه كبيره ديال الخرطال بهذا الشكل هذا، وغادي ناخذ خرطال او رقائق الشوفان، يعني كل واحد كيفاش كيسميه. هنا غادي ناخذ ايضا الزبادي او اليوغورت ديالي، غادي ناخذ منه واحد 2 معالق كبار. وغادي دابا ندوز باش نخلطهم في الخلاط الكهربائي. انا غادي نخلط العصير اللي عندي مزيان. هذا هو العصير ديالنا بعد ما وجدناه، كيجي خاتر، كيجي لذيذ. انا الكميه اللي درت عطاتني 2 كيسان، نتوما يمكن لكم تضاعفوا كيف ما يمكن لكم ايضا تنقصوا. كنصحكم بهذا العصير هذا في رمضان، لانه كيف ما قلت لكم رائع جدا بالنسبه للعطش وبالنسبه للدوخه او الصيام ديال الايام الاولى. كيعطي واحد القوه، واحد القوه في الصيام ان شاء الله. بالنسبه للخرطال او رقائق الشوفان اللي قلت لكم، انا استعملت هذا النوع هذا اللي كيكون موجود بايطاليا. بالنسبه للاخوات اللي كيعيشوا هنا بايطاليا، فهو سميتو رقائق الشوفان، مكتوبه بالعربيه ايضا، او فيوكي دافينا. كنتمنى انني نكون فدتكم بهذه الوصفه هذه. كيف ما ديما ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو هذا لعدد كبير من الناس باش تعمل فائده ان شاء الله، وناخذ الاجر والثواب. رمضان مبروك كما قلت لكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.